السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. ان شاء الله باذن الله النهارده هنحل بارت 3 من كتاب الامتحان الدرس الاول الغلاف الحيوي واستقراره. وبارت 3 ده كان بيتكلم على حاجه اسمها المركبات العضويه في الغلاف الحيوي، وكانت المركبات ديت اربع مركبات يا بطل لو فاكرهم. هما الكربوهيدرات اللي بتتكون من سكريات احاديه، والبروتينات اللي بتتكون من احماض امينيه، والليبيدات اللي بتتكون من احماض دهنيه، والاحماض النوويه التي تتكون من نيوكليوتيدات. ونبدا بالجزء الاول وهو الكربوهيدرات. بيقول لي ما نسبه ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين؟ كنا بنقول النسبه بيناتهم 1 إلى 2 إلى 1، يبقى نختار الاجابه ب. اي السكريات التاليه يعد مثالا لابسط اشكال الكربوهيدرات؟ ابسط اشكال الكربوهيدرات يا بطل هي مين؟ هي السكريات الاحاديه، والسكر الاحادي هنا هو مين؟ هو الفركتوز. أي مالي من السكريات الأحادية يا بطل؟ هو طبعا الجلوكوز. أي مالي من السكريات الثنائية؟ السكروز، هو سكر القصب طبعا. أي السكريات التالية يطلق عليه سكر العنب؟ هو الجلوكوز. يطلق على سكر الفركتوز سكر الفاكهة. كل ديت أسئلة طبعا مباشرة موجودة نصا عندنا. أي السكريات التالية يطلق عليه سكر اللبن؟ ده اللاكتوز وده سكر ثنائي. أي السكريات التالية يطلق عليه سكر القصب؟ طبعا سكر القصب هو السكروز. أي الكربوهيدرات التالية تدخل في بناء جدر الخلايا النباتية؟ السليلوز. ناجي بعد كده رقم 10. أي الكربوهيدرات التالية تخزن في أوراق ودرنات النباتات؟ طبعا دي النشا. أي الكربوهيدرات التالية تخزن في عضلات الإنسان؟ ده الجليكوجين. تمام. 12. جميع ما يلي من السكريات العديدة ما عدا الجلوكوز، ده من السكريات البسيطة أو الأحادية. ناجي للسؤال رقم 13. من المخطط المقابل الذي يعبر عن إحدى العمليات الحيوية التي تحدث داخل الخلية الحية؟ ما الذي يعبر عنه الحرف س؟ الحرف س طبعا يعبر عن جزيئات ال ATP، لأن احنا قلنا الجلوكوز لما يتأكسد هيدي طاقة. الطاقة ديت بتتخزن في جزيئات مين؟ بتتخزن في الجزيئات ديت اللي هي س، اللي هي تتخزن في جزيئات ال ATP. وبعد كده بناخد طاقة من ال ATP نستخدمها في أنشطة مين؟ الخلية. 14. في المركب المقابل أي مما يلي يمثل جزيء أدينوسين؟ أدينوسين هو السكر والقاعدة. السكر والإيه؟ والقاعدة الاتنين مع بعض بنقول عليهم أدينوسين. فالأدينوسين يبقى عين وإيه؟ ولام، هنختار ب. أي الأجزاء التالية يختص بتخزين الطاقة؟ الطاقة بتتخزن في الرابطة اللي هي س، يبقى إذا هنا تمام. 15. أي مما يلي يميز تركيب جزيء ال ATP عن تركيب جزيء ال ADP؟ ال ATP عنده 3 مجموعات فوسفات، ال ADP عنده مجموعتين، يبقى إذا التمييز أو الاختلاف يعني هيكون في عدد مجموعات الفوسفات. 16. أي مما يلي يعتبر المصدر المباشر للطاقة في الخلايا الحية؟ طبعا جزيئات ال ATP، لأن هي اللي بتكون مخزنة طاقة، فبالتالي بناخد منها الطاقة للخلية. 17. ما المصدر المباشر للطاقة المخزنة في جزيء ال ATP اللازم لإنقاذ العضلة الهيكلية؟ معنى السؤال إيه؟ معنى السؤال يا بطل الطاقة اللي في ال ATP جبناها منين؟ أكيد جبناها من الجلوكوز. الجلوكوز لما اتأكسد ادى طاقة، الطاقة اتخزنت في جزيئات مين؟ جزيئات ال ATP. 18. تعمل أجهزة CGM على، هنختار طبعا لو قال لي خفض مستوى الجلوكوز في الدم، طبعا لا هي ما بتخفضش. تتبع توافر الليبيدات، لا طبعا هي بتتبع الكربوهيدرات مش الليبيدات. تحويل الكربوهيدرات لجزيئات ATP، لا هي ما بتحولش حاجه، هي فقط بتقيس مستوى السكر في الايه؟ في الدم. 19. اجهزه مراقبه الجلوكوز تساعد الرياضيين في الحصول على طاقه مستقره من خلال جميع ما يلي ما عدا، طبعا ادراك تاثير الكربوهيدرات على انتاج الطاقه. ماشي ممكن ناخدها. ضبط نمط الغذاء، ضبط نمط الغذاء ماشي ممكن ناخدها. يعني دي احنا دلوقتي بندور على الاجابه ايه؟ بندور على الاجابه ما عدا، فديت دي صح. كلمه ما عدا يعني اللي احنا بندور على الاجابه الخطا، ودي صح. ضبط معدل الجهد البدني بدقه تمشي. قياس كمية الطاقة المستهلكة، طبعا لا ما بتقيس كمية الطاقة المستهلكة، هي بتقيس كمية السكر تقريبا، تمام، او بتقيس مستوى السكر في الايه؟ في الدم وليس الطاقة، تمام. 20. إذا علمت أن عدد ذرات الهيدروجين بإكس، فكم يكون عدد ذرات الكربون؟ والله معناه كده الهيدروجين معناها إن بيقول لي الهيدروجين بواحد إكس، الهيدروجين بواحد إيه؟ إكس. طيب الهيدروجين بيكون ضعف الكربون، لأنه إذا كان الهيدروجين باتنين فالكربون بواحد،
طب اذا كان الهيدروجين بواحد، يبقى الكربون بايه؟ صح، برافو عليك، بنص. ليه؟ لان الهيدروجين ضعف مين؟ ضعف الكربون، لان احنا قلنا النسبه ايه؟ 1:2:1. نيجي للسؤال رقم 21. أي مما يلي يمكن أن يمثل التسلسل الطبيعي لإنتاج الطاقة داخل خلايا جسم الإنسان عند تناوله كوب من عصير القصب؟ قصب؟ يبقى سكروز يا بطل. يبقى إذا ما قدامش إلا الإجابة مين؟ إلا الإجابة ب. أي مما يلي تعتمد عليه العضلات يبقى أكيد الجليكوجين يا بطل على طول، ما هو العضلات بيتخزن فيها جليكوجين هي والكبد. ندخل في الجزء الثاني وهو البروتينات أو المادة الثانية. أي العناصر التالية يشترك وجودها في الكربوهيدرات والبروتينات؟ كل المركبات اللي هي الكربوهيدرات والبروتينات والليبيدات والاحماض النوويه كلهم بيشتركوا في وجود الكربون والهيدروجين والاكسجين. 24. اي المواد التاليه تعتبر الماده البنائيه؟ احنا قلنا يا بطل، احنا قلنا الكربوهيدرات هي المصدر الاساسي والسريع للحصول على الطاقه، صح؟ برافو عليك. وقلنا ان البروتينات هي المصدر الاساسي لبناء الجسم او لنمو الجسم، يبقى لما يقول لي بنائيه هي البروتينات. 25. أي المركبات العضوية التي تتركب منها العضلات والإنزيمات وبعض الهرمونات؟ طبعا البروتينات، لأن البروتينات بتبني العضلات وبتبني الإنزيمات وبعض الهرمونات. وما تنساش احنا قلنا بعض الهرمونات بتتكون من بروتينات وبعض الهرمونات بتتكون من ليبيدات. 26. أي المركبات التالية لا ينتمي إلى البروتينات؟ طبعا يا بطل عندنا الجليكوجين ده من الكربوهيدرات وليس البروتينات. 27. اي مما يلي يمكن ان يحدث عند تغير ترتيب الاحماض الامينيه المكونه لانزيم ما؟ طبعا يتغير شكل الانزيم. وما تنساش ان احنا قلنا الاحماض الامينيه لو تغير ترتيبها او نوعها او عددها هيتغير البروتين. يعني هيتغير شكل البروتين وهيدينا بروتين جديد. مين بقى البروتين هنا؟ اللي هو الانزيم يعني. 28. إذا علمت أن إنزيم البيبسين يقوم بهضم البروتينات. إنزيم البيبسين ده بقى إنزيم إيه بقى؟ أيوه، يعتبر من العوامل المحفزة، ده إنزيم محفز. فأي مما يلي لا ينطبق على إنزيم البيبسين. سعادتك طالما ده عوامل حفازة، كلمة لا ينطبق هنا هختار الإجابة ألف. يستهلك أثناء التفاعل الكيميائي، هو بيسرع التفاعل دون أن يستهلك. 29. أي الجزيئات العضوية التالية يوجد في جميع خلايا الكائنات الحية؟ طبعا ده البروتين. ليه؟ لأن ده بيبني جميع الكائنات، جميع الخلايا، هي المادة الأساسية لعملية بناء الجسم. يبقى أي خلية هتتبني محتاجة إيه؟ محتاجة بروتين. السؤال اللي بعد كده رقم 30 باستخدام الشكل التالي. أنا كان عندي أشكال صغيرة، أدي 1 2 3 4 5، دي بنقول عليها مونيمرات، يعني حاجات صغيرة هتكون لي حاجة كبيرة اسمها بوليمر. أكيد دي بقى أحماض أمينية. هعمل بقى حاجة كبيرة اسمها البروتين، صح؟ برافو عليك يا بطل. يبقى أكيد هختار الإجابة مين؟ أيوة صح، برافو عليك، هختار الإجابة ب. ناجي للسؤال رقم 31 وهي الجزء الثالث اللي هو الليبيدات. أي العناصر التالية يشترك وجودها بشكل أساسي في البروتينات والليبيدات؟ افتكر معايا، قلت لك كل المركبات العضوية اللي هي الكربوهيدرات والبروتينات والليبيدات والأحماض النووية فيها إيه يا بطل؟ أيوه برافو عليك، كربون وهيدروجين وأكسجين. 32. أي المواد الغذائية التالية هي الأعلى مصدرا للطاقة؟ احنا قلنا أعلى حاجة في الطاقة هي الليبيدات، لأن بتدي طاقة تقريبا ضعف اللي بتنتجه الكربوهيدرات. يبقى إذا في الحالة ديت أنا على طول همشي على مين؟ على الدهون. الليبيدات بتدي طاقة إيه؟ بتدي طاقة أعلى. السؤال 33. أي مما يلي يكون جزءا اساسيا او يكون جزءا اساسيا في تركيب الاغشيه الخلويه؟ طبعا الفوسفوليبيدات. 34. اي المواد التاليه تستخدمها الخلايا الحيوانيه للحصول على الطاقه؟ طبعا عشان تحصل على الطاقه، وهو بيقول خلايا مين؟ خلايا حيوانيه، يعني النشا ما تنفعش لان النشا ده موجود في الخلايا النباتيه. النشا ما تنفعش، يبقى الاجابه الف والاجابه د ما ينفعوش. طب السلوز ايضا موجود في جذر الخلايا النباتيه في النبات، ما تنفعش. يبقى اذا ما قدامش الخلايا الحيوانيه هي الجليكوجين والدهون. 35. بالمناسبه بقى في السؤال 34 لو انا حبيت اسال سؤال، الخليه الحيوانيه عندها جليكوجين وعندها دهون، تستخدم مين الاول في انتاج الطاقه؟ برافو عليك يا بطل، صح الجليكوجين، لان الكربوهيدرات الاول. لو خلص الجليكوجين تبدا تستخدم مين يا بطل؟ الدهون. عشان كده بنقول للناس التخينه ايه؟
ها اعمل رجيم وما تاكلش، يقول لك هموت، نقول له ما تقلقش، الخليه لو ما لقيتش جلايكوجين تمام في الحاله ديت هتبدا تكسر مين؟ الدهون عشان تحصل على طاقه فتبدا تخس. 35 اي المواد التاليه تدخل في تكوين بعض الهرمونات، طبعا الكوليسترول. و36 واحد كالوري يكافئ طبعا 4.18 جول. 37 النسبة بين المحتوى الحراري للسكر الأبيض إلى المحتوى الحراري لزيت نباتي. أكيد الزيت النباتي طبعا هيكون فيه محتوى حراري أكبر، لأن احنا قلنا الطاقة اللي موجودة في الزيوت أو اللايبيدات بتكون أعلى من الطاقة اللي موجودة في مين؟ في الكربوهيدرات اللي هو السكر، صح كده؟ صح كده. يبقى إذا السكر الأبيض ده أقل في المحتوى الحراري، والزيت ده أكبر. هو عايز النسبة بيناتهم يعني، وبادئ بالسكر الأول يعني بادئ بالأقل. فأكيد لما أقسم حاجة قليلة على حاجة كبيرة هتدي إيه؟ أيوه صح، أقل من الواحد الصحيح. لما أجيب نسبة ما بين حاجة قليلة وحاجة كبيرة تطلع أقل من الواحد الصحيح. 38 بفرض أن كمية الطاقة التي يحصل عليها الجسم عند أكسدة 5 جرام من السكر تساوي س. يبقى ال 5 جرام من السكر يساوي س. 5 جرام سكر يساوي س. فما كمية الدهن؟ عايز الدهن. لو أنا دلوقتي هستخدم دهن عشان أحصل على س، هستخدم دهن أكتر من 5 جرام ولا أقل من 5 جرام؟ قال لك لا يا باشا، استخدم أقل من 5 جرام، يعني 2 جرام دهن، 2 جرام دهن ممكن يدوا س. ليه؟ لأن الطاقة اللي موجودة في الدهون أعلى من الطاقة اللي موجودة في السكر، ففي الدهون هتحتاج كمية إيه؟ هتحتاج كمية قليلة، يبقى مش هتحتاج 5 جرام من الدهون عشان تحصل على س، أمال هتحتاج قد إيه؟ في الإجابات مثلا 2. يبقى إذا 2 من الدهون يدوا س، 5 من السكر يدوا س. ليه؟ لأن الدهون كمية قليلة تدي طاقة عادي كبيرة، مفيش مشكلة، لأن الطاقة اللي فيها أكبر من مين؟ أكبر من الطاقة اللي موجودة في الكربوهيدرات. 39 أي ممالي يؤكد دور اللايبيدات في الحفاظ على حياة بعض الحيوانات. طبعا هيفكرك على طول بالدب القطبي، تمام؟ هتقول لي الدهون المخزنة تحت الجلد في الدب القطبي بتحافظ عليه وبتخليه يتكيف مع التلج اللي موجود أو الجليد اللي موجود في القطب الشمالي. 40 أي الاختيارات بالجدول التالي صحيح عن المركبات العضوية التي يستطيع أرنب القطب الشمالي تخزينها؟ يبقى هو بيخزن أكيد لايبيدات، ممكن يخزن لايبيدات ماشي، ويخزن كمان كربوهيدرات اللي هو الجلايكوجين في الكبد ولا إيه والعضلات عشان يخزنهم في صورة طاقة، تخزين الطاقة. إذا هنختار الإجابة مين ب. لكن ما يخزنش إيه؟ بروتينات. البروتينات قلنا عملية بناء بس مش تخزين، عملية إيه؟ بناء، تمام. ناجي بعد كده للجزء الرابع وهو الأحماض مين؟ الأحماض النووية. بس يا بطل اكتب لي هنا كده سعادتك إن شاء الله بإذن الله يا بطل، أنت هتجيب كام؟ هتجيب 100%. لو عشان أبطال السناتر بتوعنا يا شباب عارفين إن إحنا بيبقى عندنا كل مرة كلمة سر أو كود، لو أنت كتبته في المنطقة دي بنعرف إن أنت اتفرجت على فيديو الإيه؟ على فيديو الواجب، والأسيستنت أو التيم المساعد هيبص على المنطقة ديت ويشوف أنت فعلا اتفرجت على الفيديو ولا لأ. واوعى تغشش الرقم ده لزمايلك عشان ما تشيلش ذنب، خليهم يذاكروا وخليهم يحلوا يا بطل. 41 اي ممالي يحمل المعلومات الوراثيه في الانسان؟ طبعا يا بطل هو مين؟ هو الدي ان ايه. اي ممالي لا يدخل في تركيب النيوكليوتيدا ما فيهاش كبريت، لا يدخل. تنتج الشفره الوراثيه بسبب اختلاف ترتيب القواعد النيتروجينيه. تستخدم تقنيه كريسبر في تعديل الجزيئات، طبعا تعديل جزيئات الدي ان ايه. أي القواعد النيتروجينية التالية لا تستهدفها تقنية كريسبر كاس؟ طبعا لا تستهدف اليوراسيل، لأن اليوراسيل موجود في مين؟ موجود في الار ان اي، والكريسبر طبعا بتشتغل على مين؟ على الدي ان اي، فهو بيقول هنا ايه؟ لا تستهدفها. يبقى هو لا يستهدف اليوراسيل لأن اليوراسيل أصلا في الار ان اي. أما كريسبر بيشتغل على مين؟ بيشتغل على الدي ان اي. 46 أي مما يلي ليس من استخدامات تقنية كريسبر كاس؟ 9 طبعا ليس من استخداماتها تكوين البروتين، ما بنكونش بروتين بتقنية كريسبر، تمام. 47 أي مما يلي يمثل الوحدات البنائية للأحماض النووية؟ طبعا الوحدات البنائية هي النيوكليوتيدات. كم عدد النيوكليات للحمض النووي الريبوزي؟ الحمض النووي الريبوزي اللي هو مين بقى يا بطل؟ أيوه صح، برافو عليك، اللي هو الار ان اي. 4 طبعا. 49 أي القواعد النيتروجينية التالية تميز الحمض النووي دي ان ايه؟ طبعا الدي ان ايه يحتوي على صيمين، ودي حاجة مميزة ليه لأنه الصيمين موجود في الدي ان ايه وليس الار ان ايه.
نيجي بعد كده اي الاختيارات بالجدول التالي صحيح. هنلاقي ان الاي تي بي يا بطل بيحتوي على 3 مجموعات فوسفات. الاي تي بي بيحتوي على 3 مجموعات فوسفات، عشان كده اسمه ادينوزين ثلاثي الفوسفات. اما نيوكليوتيد الدي ان اي فيها مجموعه فوسفات واحده بس، فعشان كده هنختار الاجابه مين؟ الاجابه ب. 51. تنتقل الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء عن طريق الجينات، والجين هو تتبع من مين؟ من النيوكليوتيدات في الدي ان اي، او عن طريق الشفره الوراثيه. تمام. 52. اي الاختيارات الموجوده في الجدول التالي صحيح. طبعا انا شايف هنا دلوقتي حاجه مرتبطه مع بعضيها، فده ممكن يكون الدي ان اي. جينا كسرناها وخلينا كل واحده لوحدها، يعني كسرنا البوليمر هنا كده، ده بوليمر، ده حاجه كبيره، كسرناها لحاجات صغيره، مونيمرات خلت كل واحده لوحديها، دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، يبقى ديت نيوكليوتيدات. يبقى في الحاله ديت يا بطل هنختار الاجابه مين؟ هنختار الاجابه د. ناجي للسؤال رقم 53. أي العبارات التالية غير صحيحة عن المجهر الإلكتروني؟ طبعا المجهر الإلكتروني بيقول لنا غير صحيح، غير صحيحة. هنختار الإجابة ج. يعتمد في عمله على استخدام الضوء المرئي؟ طبعا لا، دي كده غير صحيحة. ليه؟ لأنه بيعتمد على مين؟ على حزمة من الإلكترونات. السؤال 54. أي المكونات التالية في الخلايا النباتية لا يمكن تمييزه إلا بالميكروسكوب الإلكتروني؟ طبعا فوسفوليبيدات الغشاء الخلوي، لأن احنا قلنا عشان ندرس تركيب الحاجة محتاج أكبرها أكتر من 1500 مرة، يعني محتاج أكبرها لحاجة تصل لمليون مرة، واللي بيكبر لحاجة تصل لمليون مرة يا جماعة ده الميكروسكوب مين؟ الإلكتروني. تمام. ناجي بعد كده المصطلح العلمي. 1. مركبات تتكون من اتحاد العديد من السكريات الأحادية. طبعا ده السكريات العديدة أو المعقدة. المصدر المباشر للطاقة في الخلايا الحية هو الاي تي بي. وحدة بناء البروتينات هو الحمض النووي. وحدة بناء الحمض النووي وحدة بناء البروتينات هي الحمض الأميني. وحدة بناء الحمض النووي هو النيوكليوتيدة. كمية الحرارة الناتجة عن احتراق 1 جرام من الطعام ده المحتوى الحراري. جزيئات دهنية تحتوي على مجموعة فوسفات ده الفوسفوليبيدات. حمض نووي يحمل المعادلة الوراثية ده الحمض النووي منقوص الأكسجين اللي هو الدي ان اي. 8. حمض نووي يشارك في تحويل المعلومات الوراثية ده الحمض النووي اللي هو الريبوزي اللي هو ار ان اي. 9. المجموعة الكاملة للمعلومات الوراثية ده الجينوم البشري. التعليلات وماذا يحدث وقارن. طبعا دي حاجات نظرية كلها، سعادتك انت هتبص على الإجابة وسعادتك هتحلها وبعد كده تقارن الإجابة الموجودة في الكتاب. 7. الشكل التخطيطي التالي يوضح سكر عديد يخزن في نبات أخضر. سكر عديد يخزن في نبات أخضر، يبقى اسم السكر ده النشا. اسم السكر ده ده النشا. قد يساهم هذا السكر في إنتاج الطاقة، أو التفسير بتاعي النشا ممكن تتحلل إلى جلوكوز، والجلوكوز يتم أكسدته داخل الخلية فتنتج تنتج الطاقة. السؤال رقم 8 بيقول لي عندي 4 وجبات: وجبة 1 وجبة 2 وجبة 3 وجبة 4. وجبة 1 يا جماعة أعلى حاجة فيها مين؟ البروتين. وجبة 2 أعلى حاجة فيها مين؟ الكربوهيدرات. وجبة 3 تقريبا كله قريب من بعضه. وجبة 4 أعلى حاجة فيها مين؟ الدهون. إذا لما يجي يقول لي أي الوجبات تكون فرصتها أكبر في أن تخزن في خلايا الكبد، يبقى دور على حاجة فيها كربوهيدرات عالية. دي الوجبة رقم 2. الوجبة رقم 2 تخزن في الكبد في صورة جليكوجين. محش احنا قلنا الكربوهيدرات بتتخزن في الكبد والعضلات على هيئة جليكوجين، يبقى رقم 2 دي تتخزن في الكبد عشان كربوهيدرات. 2. أي الوجبات يستفيد منها الجسم بنسبة أكبر في بناء أنسجته. البناء هنا يبقى على طول هتكلم على مين؟ على البروتينات. مين أعلى وجبة عندها بروتينات؟ اللي هي الوجبة رقم كام؟ اللي هي الوجبة رقم 1. 9. التقليل من تناول الكربوهيدرات في طعامك يساعدك على التخلص من الدهون اللي المختزنه في الجسم. باختصار كده عشان تفهم الحته ديت، سعادتك اللي انت لو ما اكلتش كربوهيدرات جسمك مش هيلاقي كربوهيدرات يكسرها ويحصل على طاقه، فيبدا يلجا لمين؟ يلجا للدهون اللي موجوده جوه جسمك. فالدهون اللي موجوده جسمك لما تتكسر سعادتك وزنك هيحصل له هيبدا يقل، وهكذا. يبقى اذا الناس التخينه بنقول لهم ما تاكلوش عيش، ما تاكلوش مكرونه، ما تاكلوش رز كتير، قلل الكربوهيدرات. ليه؟ لان انت لو قللت الكربوهيدرات جسمك هيبدا مش هيلاقي كربوهيدرات، خلاص هيبدا يعمل بقى؟ هيكسر الدهون او هيأكسد الدهون ويتخلص منها ويحصل على طاقه. 10. في الشكلين المقابلين يختلف التركيب س في الشكل 1 عن الشكل 2. طبعا س ده قاعده نيتروجينيه، تمام. في الشكل 1 هيكون اسمها سايمين،
لانه الثيمين ده مميز للدي ان ايه، وفي الشكل 2 ده هيكون يوراسيل. اسئله المستويات العليا او التفكير العليا. اذا افترضنا ان بعض مكونات النيوكليوتيدة يمكن ان تستخدم في بناء جزيئات الاي تي بي من جزيئات الاي دي بي. حلو قوي. مكونات النيوكليوتيدة فيها ايه؟ فيها فوسفات، يبقى انا ممكن استخدم الفوسفات. ممكن استخدم الايه؟ الفوسفات. الاي دي بي عنده كام مجموعه فوسفات؟ عنده مجموعتين فوسفات. لو خدت مجموعه فوسفات من النيوكليوتيدة، من مين؟ من النيوكليوتيدة، هعمل بهم ايه؟ هعمل بهم اي تي بي. كلام جميل جدا. طب انا عندي دلوقتي 5 نيوكليوتيدات، يبقى كده انا هاخد كام مجموعه فوسفات؟ هاخد 5 مجموعات فوسفات، يبقى كده انا هكون كام اي تي بي؟ هكون 5 اي تي بي. يبقى ازاي احول الاي دي بي لاي تي بي؟ اخد مجموعه فوسفات. طب هو الراجل بيقول لك خدها من نيوكليوتيدة. حلو قوي. طب انت عندك كام نيوكليوتيدة؟ عندك 5 نيوكليوتيدات، يبقى هاخد 5 مجموعات فوسفات، يبقى هكون 5 اي تي بي. هكون ايه؟ 5 اي تي بي. 2. اي مما يلي يعد سببا في ان جزيئات الاي تي بي تمثل عمله الطاقه في الخليه. يعني ايه عمله الطاقه؟ يعني كل ما الخليه تحتاج طاقه تمشي للاي تي بي تاخد منها، فدي بنسميها كده، دي العمله، دي الحاجه الاساسيه. تمام. ليه؟ قال لك لانه دي بتنقل الطاقه بسهوله لاداء الخليه لوظيفتها. يبقى الاي تي بي حاجه بسيطه جدا فيها طاقه، تقدر تدي الطاقه لاي مكان محتاج ايه؟ محتاج طاقه. وبكده يا بطل نكون خلصنا الدرس الاول بارت 3 شرح وحل. وما تنساش عندنا امتحان تراكمي على 3 بارتس، على الثلاث اجزاء بتوع الدرس، وامتحان هيكون محترم هنقيس به مستوى ليك. عايزينك بقى يكون مستواك محترم يا بطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.